أفضل 10 مسلسلات أجنبية جديدة في 2025 تستحق المشاهدة. في الفيديو ده هقدم لكم قائمة بأفضل 10 مسلسلات أجنبية في 2025 يستحقوا مشاهدتك، واللي هيشدوك من أول حلقة لحد آخر حلقة. المسلسلات دي بتتنوع ما بين الجريمة والأكشن والمغامرة والخيال العلمي وحتى الدراما والغموض. بس في البداية برشح ليكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. المسلسل الأول معانا هو مسلسل أمريكان برايم ميفال. المسلسل ده تصنيفه أكشن ومغامرة ودراما، وتقييمه على موقع IMDb هو 8.3 من 10. المسلسل بتدور قصته سنة 1857 في أراضي يوتا بأمريكا، وبيحكي عن قصة سارة، ودي أرملة بتحاول تهرب من ماضيها مع ابنها ديفين. وفي رحلتهم بيواجهوا تحديات كتير زي الميليشيات المسلحة والذئاب وصائدي الجوائز. المسلسل بيستعرض الصراعات العنيفة بين الثقافات المختلفة في الغرب الأمريكي علشان يقدروا يسيطروا على العالم الجديد. ورقم 2 معانا هو مسلسل ذا هليكوبتر هايست. المسلسل تصنيفه أكشن وجريمة وإثارة، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.4 من 10. المسلسل بتدور قصته حوالين 2 صحاب من الطفولة، وهم رامي وميشيل، اللي قرروا إن هم يعملوا عملية سرقة أخيرة ويستهدفوا من خلالها أكبر مستودع نقدي في السويد. العملية دي هتتم باستخدام طائرة هليكوبتر، ولكنهم بيواجهوا تحديات كبيرة خلال تنفيذ الخطة دي. والمسلسل ده مبني على أحداث حقيقية. ورقم 3 معانا هو مسلسل جينوم بروتيت. المسلسل تصنيفه جريمة وغموض ودراما، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.2 من 10. قصة المسلسل بتدور حوالين جريمة قتل مزدوجة حصلت في مدينة لونو شوبينج في السويد سنة 2004، وبعد 16 سنة من تأييد الجريمة دي ضد مجهول، بيقدر عالم إن هو يوصل للمفاجأة ويحل القضية دي من خلال علم الأنساب. ودي كانت أول مرة في أوروبا بيتم فيها حل الجريمة باستخدام علم الأنساب. ورقم 4 معانا هو مسلسل اون كول. المسلسل اللي تصنيفه أكشن ودراما وإثارة، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.6 من 10. المسلسل بيحكي عن ضابطة شرطة اسمها تريسي هارمون وشريكها الجديد أليكس دياز، واللي بيردوا على مكالمات الطوارئ في شوارع لونج بيتش في كاليفورنيا. المسلسل بيستعرض التحديات اللي بيواجهوها في كل مهمة، وكمان حياتهم الشخصية وتأثير الشغل عليها. ورقم 5 هو ذا هانتنج بارتي. المسلسل اللي تصنيفه أكشن وجريمة ودراما، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.3 من 10. المسلسل بتدور قصته حوالين فريق تحقيقات صغير، واللي بيتجمع علشان يطاردوا ويقبضوا على أخطر المجرمين اللي هربوا من سجن سري بعد انفجار ضخم. وبنشوف الفريق ده وهو بيواجه تحديات كبيرة في مطاردة المجرمين دول قبل ما يقدروا يرتكبوا جريمة تانية. ورقم 6 معانا هو مسلسل ميسنج يو. المسلسل اللي تصنيفه غموض وجريمة، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.2 من 10. المسلسل بتدور قصته حوالين المحققة كات دونوفان، اللي حياتها بتتقلب تماما لما بتلاقي خطيبها اللي اختفى من سنين على تطبيق تعارف على الإنترنت. والموقف ده بيخليها تعيد فتح قضية مقتل والدها واللي كانت ما اتحلتش لحد دلوقتي، وبتكتشف أسرار عن ماضيها كانت مدفونة وما تعرفش عنها حاجة. المسلسل بيستكشف ازاي الماضي ممكن يأثر على الحاضر، وازاي المواجهة مع الذكريات القديمة ممكن يغير حياة الشخص. ورقم 7 معانا هو مسلسل بانك أندر سيج. المسلسل ده تصنيفه أكشن وجريمة وإثارة، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.7 من 10.
المسلسل بتدور قصته حوالين عملية سطو جريئة حصلت بالفعل في برشلونة سنة 1981، لما 11 مسلح قدروا إن هم يقتحموا البنك المركزي ويحتجزوا أكتر من 200 رهينة. المسلسل بنشوف من خلاله التوترات اللي حصلت خلال 47 ساعة من الحصار، وبنشوف الدوافع الحقيقية ورا العملية دي. ورقم 8 معانا هو مسلسل سيكريت ليفل. المسلسل اللي تصنيفه أكشن ومغامرة، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.4 من 10. وده مسلسل أنيميشن للكبار، وبيتكون من 15 حلقة، وكل حلقة فيهم بتحكي قصة مستقلة في عالم لعبة فيديو مختلفة. والمسلسل بيستعرض قصص أصلية في عوالم الألعاب الشهيرة، وبيضم أصوات ممثلين مشهورين زي أرنولد شوارزنيجر وكيفن هارت. ورقم 9 معانا هو مسلسل ذا داي اوف جاكال. المسلسل اللي تصنيفه أكشن وجريمة ودراما، وتقييمه على موقع IMDb هو 8.2 من 10. المسلسل بتدور قصته حوالين قاتل مأجور معروف باسم جاكال، واللي بيكسب من خلال تنفيذ عمليات قتل مقابل الفلوس. ولكن في مهمة ليه بيقابل ضابط مخابرات بريطاني عنيد، وبتبدأ مطاردة مثيرة بينهم في أوروبا كلها، وكل واحد فيهم بيحاول يكسب المطاردة دي بأي طريقة ممكنة. ورقم 10 وآخر مسلسل معنا في القايمة هو مسلسل سكيلتون كرو. المسلسل ده تصنيفه أكشن ومغامرة وخيال علمي، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.2 من 10. المسلسل بتدور قصته حوالين 4 أطفال، وهم ويم ونيل وفيرن وكيبي، واللي بيكتشفوا سفينة فضائية غامضة على كوكبهم، وبالصدفة بينطلقوا في رحلة عبر المجرة، وبيلاقوا نفسهم في أماكن غريبة وخطيرة في رحلتهم، وبيقابلوا شخصية غامضة اسمها جود ناناود، واللي بيساعدهم وبيكون ليه دور مهم في مغامرتهم للعودة لبيتهم مرة تانية. وبكده أكون وصلت لنهاية القايمة. فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتزوروا موقعنا، وتقولوا لنا إيه أكتر مسلسل أجنبي جديد عجبكم. وسلام.